مفاجأة تقلب الموازين، الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية 2023. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل لا تنسى أن تعطر فمك بالصلاة على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. خسر الهلال فرصته في خوض النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي ستنظم في السعودية، وذلك بعد خسارته أمام أوراوا ريد ديامونديز في نهائي دوري أبطال آسيا وخروجه رسميا من سباق الفوز بدوري روشن السعودي. لوائح فيفا الخاصة بالبطولة تمنح مقعد الدولة المنظمة لبطولة الدوري المحلي، مما يعني أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الاتحاد والنصر للتواجد في مونديال الأندية، حيث يتفوق الأول في صدارة دوري روشن ب3 نقاط قبل الجولات الثلاث الأخيرة. الصحفي محمد البكير فجر مفاجأة كبرى قد تقلب الموازين خاصة على صعيد سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إذ أشار عبر حسابه على تويتر إلى أن فيفا سيقرر مشاركة بطل آسيا ووصيفه وبطل الدوري السعودي في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، وذلك تمهيدا للزيادة الكبيرة في عدد الأندية المشاركة في البطولة بدءا من نسخة 2024-2025. الإعلامي وليد الفراج كان قد أكد أمس أن بطل الدوري السعودي سيحظى بدعم عناصري كبير ومهم خلال الصيف، كونه سيمثل المملكة في مونديال الأندية، وهو ما أقلق الهلاليين حول آمالهم في ضم بعض النجوم وعلى رأسهم ليونيل ميسي خلال الميركاتو القادم، إذ بدأ التخوف من تحويل مسار تلك الصفقات نحو الاتحاد أو النصر. يشار إلى أن الهلال حقق أفضل إنجاز سعودي في كأس العالم للأندية خلال النسخة الأخيرة التي نظمت في مغرب، إذ وصل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد ب5 أهداف مقابل 3. والآن اشترك في القناة وشكرا لكم على حسن المشاهدة.